بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن مباراة الزمالك والمقاولين، المباراة اللي انتهت بفوز نادي الزمالك بهدف للا شيء. في مباراة على ما اعتقد الزمالك لعب فيها شوط واحد بس. لعبوه بشكل جيد جدا. بقالنا سنين طويلة ما شفناش الزمالك، او بقالنا مباريات كتير ما شفناش الزمالك بيلعب بالمستوى ده وبالاداء ده لعده اسباب. ولكن خلونا في الاول نقول ان الزمالك بالفوز ده وصل للنقطه 25، وبقى الفرق بينه وبين النادي الاهلي 5 نقاط فقط، والزمالك متاجل له المباراه والاهلي متاجل له. فالزمالك لو فضل ماشي على هذا المستوى ممكن نشوفه بينافس، بيرجع ينافس تاني على الدوري. ولكن من وجهه نظري الموضوع بقى صعب جدا. الزمالك اخره يتواجد وسط الاربعه الاوائل فقط لا غير. ابتدى كابتن نبوشة اللقاء بتشكيلة مكونة من أحمد شناوي في حراسة المرمى، قدام منه علي جبر ومحمود الونش، على اليمين حازم إمام، وعلى الشمال مؤيد العجان، وفي وسط الملعب ثنائي ارتكاز طارق حامد ودونجا، ومن أمامهم مدبولي، وعلى يمينه أوباما، وعلى شماله آه، محمد الشامي، وراس حرب وحيد أتشيكو. التشكيلة هي ما اختلفتش كتير عن تشكيلة المباراة اللي فاتت، باستثناء لعب أوباما مكان عبد الله جمعة المصاب، والبدء بيه محمد الشامي على حساب محمد إبراهيم، واللعب بأحمد مدبولي صانع ألعاب في قلب الملعب. التشكيله دي ادت الزمالك فعاليه هجوميه ما شفناهاش بقالنا ماتشات كتير جدا، وهي الزياده العدديه جوه ال 18. كان دايما بنشوف الشامي بيروح جوه ال 18 وواخد على انه يخش جوه ال 18 بشكل كبير، اوباما كذلك برضه، حتى مدبولي كان بيزيد جوه ال 18 بشكل كبير. فعاليه هجوميه جدا كانت من الشوط الاولاني لنادي الزمالك ومن لعيبته داخل ال 18، ادت لهدف جه من تسديده من خارج ال 18 من محمد الشامي بشكل رائع جدا. ولكن لازم نقف على نقاط صغيرة. ان اهدار الفرص نادي الزمالك من وجهة نظري وصل لتوليفة. يعني كابتن نبوش في مباراة النهاردة تقريبا اقتنع او وصل لان افضل ثلاثي يلعب خلف راس الحربة ايا كان مين هو راس الحربة هيكون هم اوباما الشامي مدبولي. ولازم يبقى في عدم لا مركزيه في بينهم وبين بعض. زي ما شفنا النهارده كان في لا مركزيه، اوباما ساعات بيجي هو في القلب ومدبولي يروح على اليمين. الشامي هو اللي ما كانش بيتحرك كتير بس كان بيكمل جوه 18 بشكل كبير. الفعاليه الهجوميه دي ما اسفرتش عن اي اهداف، ولكن ورتنا شكل جديد للزمالك. ولكن للاسف قعد 45 دقيقه بس، لان 45 دقيقه الثانيه الزمالك ضمن الفوز، لا المقاولين ما بيلعبش، المقاولين ما بيهاجمش. فابتدى الماتش اصبح ماتش روتيني جدا في الشوط الثاني، ومفيش اي كور خطره تذكر. ونرجع هنا لسؤال مهم جدا: امتى الزمالك هيبقى عنده الحافز انه يجيب جون واثنين وثلاثه لما يلاقي الفرقه اللي قدامه مش قادره تجاريه في اللعب؟ من وجهه نظري ده حافز محتاجاه اللعيبه، ولكن لظروف الفريق الموسم دون ولترتيب الفريق في الجدول وموقعه في الجدول كان يهمه بشكل كبير جدا، ويهم اللعيبه، يهم المدير الفني بشكل كبير جدا، ويهم اللعيبه ان هم يكسبوا حتى لو 1-0 بس، لاستعاده الثقه مره تانية. للفوز ده يوديهم للمربع الذهبي كرابع الترتيب برصيد 25 نقطه. في النهاية أتمنى من بوشا إنه يكون بيشوف وبيصحح الأخطاء وبيتكلم مع اللعيبة. وزي ما سمعنا الماتشات اللي فاتت اللعيبة ما بتنفذش تعليمات داخل الملعب، بتعمل عليها غرامات. لازم يفضل الزمالك بهذا المستوى، لازم حق اللعب هو اللي يلعب. من وجهة نظري اتشيمبونج كان في تشكيلة النهارده كان المفروض اللي يلعب كاسونجو مش اتشيمبونج، لان ما كانش في مساحات في خط ظهر المقاولين بشكل كبير وما قدرش يستغلها اتشيمبونج، مفيش. كان اللعب كله متقفل، اللعب ضيق، تشيمونج مرمي في حضن المدافعين، فكان من بدري قوي لازم كاسونجو اللي ينزل عشان نشوفه ونتفرج عليه مع 3 من وراه بيلعبوا وحريفة كوره. ولكن من وجهه نظري اداء جيد. 45 دقيقه بس الزمالك فاز ب 45 دقيقه فقط لا غير من اللعب، ووصل للي هو عايزه وخد ال3 بونت اللي هم الاهم بالنسبه له ايا كانت ايه النتيجه. في النهاية لو عجبتكم الحلقة متنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم جديد فيديوهات. متعة كرة القدم هي الكرة الشرقية.